تغلق أبواب جهنم، ولكن هناك أشياء وهناك نقاط يجب علينا أن نلامسها إخواني الكرام حتى تبرز لنا الحقائق التي من أجلها شرع الله عز وجل هذه المواسم. موسم رمضان إخواني الكرام هو عبارة عن أيام مباركات يهيئ الله فيها، دقق معي هذه الكلمة، يهيئ الله فيها جوا إيمانيا مناسبا لكل من يريد الخير. هكذا رمضان، هذا هو تعريف رمضان، هذا هو الحقيقة تاع رمضان. إذا قرأت في الأحاديث والآيات التي تتكلم على رمضان، ولا أطيل عليك بسردها، أنت تحفظها خيرا مني وأفضل مني. هذه الأحاديث والآيات التي تتكلم على رمضان هذه كلها إذا قرأتها وتأملت فيها مليح ستجد أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لك أياما في رمضان. هذه الأيام يقول لك الله عز وجل: قد هيأت لك جوا إيمانيا